بتقول تقارير ان نادي ليفربول بدأ يراقب اللاعب ادريان رابيو لاعب خط النص الفرنسي، وكل ده علشان عايزين يتعاقدوا مع اللاعب ده في الانتقالات الصيفية اللي جاية، وان اللاعب رابيو صاحب ال 27 سنة مستعد للرحيل عن نادي اليوفنتوس، وكل ده بعد اهتمام كلوب المدير الفني لنادي ليفربول للتعاقد مع اللاعب. وحصل قبل كده واتطلب اللاعب ده للدوري الانجليزي، واللي كان طالب اللاعب نادي مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفيه اللي فاتت، لكن اللاعب رفض، وده اللي خلى اليونايتد يتعاقد مع كاسيميرو مقابل 70 مليون جنيه استرليني. وعقد اللاعب رابيو هينتهي مع نهايه الموسم ده، وان مفيش اي اتفاق حصل حوالين تجديد اللاعب مع اليوفي، وفي دافع طبعا كبير حوالين رحيل اللاعب، وكلنا عارفين ايه هو الدافع ده، وهو خصم النقط اللي نزل على اليوفي واللي وصل ل 15 نقطه، واللي هيخلي اليوفي ما يشاركش في اي بطوله من ضمنهم بطوله دوري ابطال اوروبا. وانا شايف ان ده دافع كبير جدا يخلي اللاعب يسيب اليوفي وينضم لنادي الليفر. والاهم من ده كله يا سيدي، انا محمد اشرف.